السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نتكلم عن المنتخب الوطني، أرجو أن تنضموا للقناة وأن تشتركوا في القناة حتى تدعمونا ونقدم لكم الأفضل. المنتخب الوطني، وبعد فوزه في مباراة الأمس أمام منتخب الموزمبيق ب2-0، وكانت مباراة جد صعبة، لم نتوقع أن تكون مثل ما رأيناه البارحة. حقق المنتخب الوطني أمرا إيجابيا في مسيرته وفي تاريخ كرة القدم الإفريقية وحتى الوطنية. كان هذا الرقم إضافة إلى ما قدمه جمال بالماضي من أرقام تاريخية وأرقام قياسية في المباريات الماضية وخلال مسيرته مع المنتخب الوطني، وهذا ما نستبشر به خيرا في قادم الأيام، حيث أن المنتخب الوطني مقبل على مباريات كأس إفريقيا للأمم بالكوديفوار وتصفيات نهائيات كأس العالم 2026، حيث أننا نتوقع من المنتخب الوطني أن يفرح الكثير من الجماهير الجزائرية المتعطشة للفوز والمتعطشة للكؤوس، وحيث أننا لم نصبح نرضى بالفوز خارج الديار بهدفين وثلاثة وأربعة خارج الديار، أقول في أدغال إفريقيا التي كنا في زمن مضى نفرح حتى بالتعادل. الآن صرنا لا نفرح الفوز 3 أو 4 خارج الديار وفي أدغال إفريقيا، وهذا إن دل فإنه على الطريق المستقيم للمنتخب الوطني. أقول الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني مع جمال بالماضي ومع هذه التشكيلة الرائعة جدا التي سوف تأخذنا إلى بعيد إن شاء الله، هو أن الفريق الوطني لم يقم أو لم ينهزم أبدا في عام 2023 رغم المباريات الكثيرة التي لعبها. لم ينهزم أبدا، أمضى عام 2023 بدون هزيمة وبانتصارات كثيرة وبعض التعادلات. هذا إنجاز تاريخي في كرة القدم الإفريقية وبالنسبة للمنتخب الوطني، وهذا الجيل الكبير الذي نتوقع منه الكثير في قادم المباريات. نتمنى المشاركة في هذا الفيديو والضغط زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.